اهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله هنستخدم الخيوط دي كده عشان نعمل حاجة كده روعة. ان شاء الله هنعمل مع بعض جاكيت او بلوفر بتصميم جديد وجميل. هنا كورت الكور كده، كورت الخيوط يعني وعملت منهم بكرتين. دلوقتي هنعمل الشكل الظاهر دلوقتي في الشاشة. هنستخدم كده مع بعض ابرة مقاس 4 مليمتر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. دلوقتي هنبدأ نبدأ نشتغل كده. هنبدأ في القمر في البداية. طبعا بنبقى واخدين المقاس بتاع اللي هو الكتف، بناخد مقاس الكتف من اول الكتف من الناحية دي ومن الناحية دي، يعني طول الكتف كله او سوري عرض الكتف كله، وبنعمل عدد من السلاسل بعرض الكتف. يلا كده نبدأ. يبقى في البداية هنبدأ نعمل عدد من السلاسل بعرض الكتف. العدد ده هيبقى هو القمر بتاعنا من تحت، اللي هو من الجسم من تحت. هنشتغل مجموعة كده من السلاسل. طبعا احنا هناخد المقاس بتاعنا يا جماعة بالمزورة، او ممكن لو تعرفي تاخديه بالشبر يعني او بالمزورة، بس يفضل تاخديه بالمزورة احسن عشان يطلع المقاس معاكي مظبوط. وبعد كده بتشتغلي مجموعة من السلاسل على حسب المقاس اللي اخدتيه بالمزورة كده. بس بحاول اوضح الضوء كده. هخلصه وارجع لكم تاني. كده بعد ما خلصت كل السلاسل بعرض الكتف، هنبدأ كده نرتفع سلسلتين. تمام. وهنجيب كده بعدين المزورة بالشكل ده، وهنبدأ نفرد بس اللي معانا هنفرد اللي هو السلاسل بالمظبوط. مش هنشد السلاسل يا جماعة عشان خاطر ما يطلعش معانا المقاس ضيق او واسع. احنا هنفرد بس يا دوب، بس بنفرد السلاسل فرد بايدينا مش بنشدها. بنسحب كده بالمزورة، بنشوف قد ايه احنا اشتغلنا، كام سنتي اشتغلنا بالشكل ده كده. هنا كنا اشتغلنا كام؟ 47 سنتي. 47 سنتي. احنا هنا ما شدناش السلاسل. اهم حاجة ان احنا ما نشدش السلاسل بتاعتنا واحنا بنشتغل كده. 47 سنتي زي ما قسنا. ده كان عرض الكتف معايا. طيب بعد كده هنبدأ نشتغل بقى القمر. هنعمل ايه؟ احنا كنا ارتفعنا سلسلتين، هنفوت السلسلتين دول وهندخل في السلسلة التالتة بس من ظهر السلسلة. يبقى احنا كده هنقلب السلسلة على وشها كده ونشتغل في الظهر. بنفوت اول سلسلتين وبندخل في السلسلة التالتة. وهنشتغل ايه؟ هنشتغل عمود بلفة. عمود بلفة عادي جدا. تمام. بحاول كده اهو، نحاول كده ندخل. هي هتبقى لو ريحنا الخيط واحنا بنشتغل في السلاسل هتبقى دخلتها سهلة وبسيطة، بس انا بفضل ان الخيط يبقى يعني السلسلة طالعة مظبوطة كده. اشتغلنا عمود بلفة في ظهر السلسلة. هنشتغل كمان عمود بلفة في السلسلة اللي بعد كده بالشكل ده. شايفين يعني احنا بندخل في الظهر بالشكل ده. تمام كده. شايفة كده. هخلصها كلها وارجع لكم تاني. كده بعد ما رجعت، شايفين خلصناها كلها، بس حبيت اعمل اخر واحدة معاكم كده. هنشتغل زي ما قلنا في الظهر وبنطلع بعمود بلفة بالشكل ده. بعدين هنعمل ايه؟ يبقى احنا كده سوري، احنا كده اشتغلنا عدد من العواميد على السلسلة، وده العرض بتاع الكتف. بعدين هنبدأ نرتفع 2 سلسلة ونلف القطعة. نبدأ نعمل القمر ازاي؟ هنشتغل فوق اول سلسلة عادي جدا في السلسلة اللي فوق. تمام. نشتغل عمود بلفة في السلسلة عادي. بعدين بندخل كده، شايفين ورا العمود، يعني احنا كده بندخل بالإبرة في ظهر العمود وبعدين بنسحب عمود بلفة بالشكل ده. تمام. سهلة جدا. كل اللي بنعمله بندخل ورا العمود في الناحية، بعدين العمود اللي بعده هندخل بقى بالإبرة قدام العمود. يبقى مرة بندخل بالإبرة من ناحية من ظهر العمود ومرة من وش العمود. نبدأ كده. شايفين هنا هندخل من
ظهر العمود كده هندخل بالإبرة تحت العمود وهنسحب عمود بلفة عادي جدا. ده هيديلنا شكل القمر اللي بنشوفه دايما في البلوجرات بتاعت المصانع والحاجات دي، يبقى شكلها جميل. شايفة ازاي هيبقى الشكل؟ ولسه الشكل هيوضح اكتر لما هنشتغلها كلها كمان. تمام كده هنبدأ نعمل تاني كده اهو. المرة دي هنطلع بالإبرة فوق العمود وهنبدأ نسحب عمود بلفة بالشكل ده. يبقى احنا بنشتغل مرة قدام ومرة ورا، مرة بندخل الإبرة تحت العمود ومرة بنطلع الإبرة فوق العمود وبنشتغل عمود بلفة بنفس الطريقة. بنسحب اتنين ورا اتنين بالشكل ده. تمام كده اهو. هبدأ اكررها كده كتير حبة علشان خاطر بس اوضح لكم هي قد ايه الطريقة سهلة بالشكل ده كده. شايفة كمان القطعة دي بتدينا زي مطة استك كده بعد ما بنخلص منها شغل، بتدينا الكمر زي مطة الاستك، بيبقى شكله جميل جدا. يبقى بنلف ونطلع من اول اتنين والاتنين التانيين زي العمود اللي احنا متعودين نشتغله عادي جدا، بس الفرق ان احنا بنشتغل بريد امامي وبريد خلفي. يبقى الغرزة دي اسمها غرزة البريد يا جماعة. مرة بنشتغل بريد امامي يعني بنشتغل على العمود من الامام بالشكل ده كده. احنا كده بنعمل بريد امامي. ومرة تاني بنشتغل بريد خلفي اللي هي الغرزة اللي بعد ديت بالشكل ده. خلصتها كلها بالشكل ده كده. بعد ما خلصتها كلها رجعت لكم هنبدأ يعني نخلصها اخر غرزتين مع بعض. شايفين الشكل بيدي مطة. دلوقتي باقي بس غرزتين. هنا هنشتغل دي بريد خلفي. تمام. وبعدين هيتبقى معانا في النهاية خالص الغرزة الأخيرة، ودي اللي احنا هنشتغل فيها عمود عادي في السلسلة، مش هنشتغلها ولا بريد أمامي ولا بريد خلفي كده. ده كده آخر بريد معانا. بعدين هنبدأ ندخل فين؟ ندخل في السلسلة. شايفين الحتة الملفوفة دي؟ خلي بالنا عشان هنا في عمود بس مخفي، فاحنا لازم نركز ونخلي بالنا عشان بيبقى مخفي دايما. اخر عمود في اول قطعة بيبقى مش ظاهر كويس، نخلي بالنا. وبنسحب بيها عمود عادي جدا من السلسلة كده. بعد ما خلصنا كل القطع بالشكل ده هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نرتفع ونشتغل الصف اللي بعد كده بنفس الطريقة. يلا نشوف كده مع بعض. هنرتفع سلسلتين فوق العمود العادي في بداية القطعة، هنشتغله عمود عادي جدا بالشكل ده كده. بعد ما اشتغلنا العمود فوق السلسلة هنبدأ نشتغل البريد الأمامي والبريد الخلفي. هنبص بقى نشوف الأول البريد اللي قدامنا ده أو العمود اللي قدامنا ده خلفي ولا أمامي. لو خلفي هنشتغله خلفي، لو أمامي هنشتغله أمامي. هنلاقيه بارز كده. شايفين هيبقى بارز كده. يبقى الاتجاه اللي هنلاقيه بارز فيه كده ظاهر كده جامد هيبقى هو ده الاتجاه بتاعه، سواء كان أمامي أو خلفي. هنا بقى كان واضح أكتر من الخلف، فهنشتغله بريد خلفي. بعد كده نرجع. شايفين بريد أمامي. القطعة كل ما بنكبرها بتوضح أكتر، كل ما بنشتغل سطر زيادة بيبان أكتر ان القمر يعني بيبان أكتر، الشكل بيوضح أكتر بالشكل ده. هنا هنبدأ واحد أمامي وبعدين خلفي. ندخل كده تحت العمود ونشتغل عمود كمان. يبقى احنا ما بنشتغلش في السلسلة، بنشتغل بس فين؟ في فوق العمود سواء أمامي أو خلفي. معلش الفيديو مطول شوية علشان حابة بس تعرفوا كل تفصيلة بتبقى بس
عاملة ازاي بنشتغلها، ازاي بنظبطها. شايفين كده بالشكل ده. خلصت كله وارجع لكم. تمام كده. بعد ما خلصت كله هبدأ اشتغل السطر اللي بعد كده كمان. انا خلصته هنا وبدأت سطر جديد عشان بحاول اسرع في الفيديو. خلاص احنا عرفنا ازاي بنشتغل بريد امامي وبريد خلفي. هنبدأ كمان نشتغل سطر كمان. يبقى كده اشتغلنا 3 سطور، 3 سطور من البريد سواء امامي او خلفي بالشكل ده. واحنا كل ده بس لسه بنعمل الكمر بتاع الجاكيت او البلوفر سوري. نفس الطريقة تمام اللي كنا بنشتغل بيها تحت في السطرين اللي قبل كده. هي نفس الطريقة. العمود اللي هنلاقيه بريد امامي هنشتغله بريد امامي، والعمود اللي هنلاقيه بريد خلفي هنشتغله بريد خلفي. تمام. الشكل ده كده. شايفين بعد ما كبرت القطعة وخلصتها الشكل واضح معانا ازاي. هنا انا بعمل اخر سطر في الكمر. هنلاحظ برضو ان يا جماعة الكمر هيكش معانا، وده بسبب الطريقة اللي احنا بنشتغل فيها الغرزة. اشتغلنا عرض 5 سنتي. شايفين؟ يبقى العرض بتاع الكمر 5 بالظبط، 5.5 سنتي. طيب احنا كنا واخدين الطول. هنلاقيه كش معانا طبعا، وده لان الطريقة عاملة يعني كده زي طريقة الاستيك، فهنلاقي الطول بيخس معانا. ما نخافش من كده، لان الطول ده لما هنيجي، لان ده كمر فبيضم، الطول ده هيفرد معانا فوق لما بنيجي نشتغل البادي بتاع البلوفر. نكمل كده، نكمل باقي السطر ده عشان نشوف هنشتغل السطر اللي بعده ازاي. كده بعد ما خلصت السطر كله هنبدأ نشتغل اخر بريد كده معاكم. وبعد البريد زي ما تعودنا في السطور اللي قبل كده هنشتغل العمود في السلسلة بالشكل ده. شايفين القطع؟ شايفين شكل الكور؟ شكله جميل جدا، تحفة بجد. دلوقتي هنشوف هنشتغل الجسم او البادي بتاع البلوفر ازاي. بنرتفع سلسلتين بالشكل ده كده، وهنلف القطعة ونبدأ نشتغل داخل السلسلة دي. اول سلسلة معانا خلاص، مش هنشتغل بريد امامي وخلفي تاني، احنا كده خلصنا الكمر. بنبدأ نعمل البادي، بنشتغل عمود بلفة، ونيجي في السلسلة من فوق كده بنشتغل برضو عمود بلفة، العمود اللي متعودين عليه يا جماعة عادي، عمود بلفة العادي اللي احنا عارفينه. رجعنا تاني ليه؟ خلاص اهو كده بالشكل ده، عمود بلفة. هنمشي على كل السلاسل عمود بلفة، فوق كل سلسلة هتقابلنا هنشتغل عليها عمود بلفة لغاية ما نخلص كل القطع اللي معانا خالص خالص. وهرجع لكم تاني. شايفين كده؟ كده بعد ما مشينا حبة كده بالعمود بلفة فوق كل سلسلة، هنلاحظ ان القطعة بتفرد معانا. مش مشكلة، ما تخافوش، هخلصها وارجع لكم. كده بعد ما خلصنا كده كل العمود بلفة، هنبدأ نرتفع سلسلتين وهنلف القطعة بتاعتنا
هنشتغل فوق اول سلسلة عمود بلفة عادي جدا بالشكل ده كده، والعمود اللي بعده كمان، او سوري السلسلة اللي بعدها كمان عمود بلفة. وبعدين هنعمل ايه؟ بعدين هنشتغل برضه عمود بلفة كده اهو، كمان عمود بلفة. يبقى فوق كل سلسلة من السلاسل دول اشتغلنا عمود بلفة بالشكل ده. شايفين ازاي؟ يبقى احنا اشتغلنا اول سطر عمود بلفة كله اللي هو بعد القمر، وكمان هنشتغل السطر التاني عليه كله عمود بلفة بالشكل ده كده. شايفين؟ هنكملها كلها بنفس الطريقة، عمود بلفة فوق كل سلسلة، وارجع لكم تاني كده بعد ما رجعت لكم بعد ما خلصت السطر التاني من العمود بلفة. طيب هنبدأ السطر التالت هنعمل فيه ايه؟ هنبدأ الاول نرتفع سلسلتين، بسم الله. بعدين هنشتغل فوق اول سلسلة عمود بلفة كده اهو، ايوه تمام. وبعدين هندخل في السلسلة التانية وكمان هناخد عمود بلفة بالشكل ده. طيب بعدين ايه؟ هنرتفع سلسلة واحدة وهنفوت، شايفين؟ سوري، هنرتفع سلسلتين وهنفوت سلسلتين قصادهم تحت ونشتغل في التالتة. يبقى نفوت سلسلتين قصاد الاتنين اللي ارتفعناهم وهنشتغل في السلسلة التالتة بالشكل ده، شايفين كده؟ تاني، وهنشتغل بعدين عمودين جنب بعض، شايفين كده اهو. تاني، بعد كل عمودين بنرتفع سلسلتين، ومع كل ارتفاع سلسلتين بنسيب قصادهم تحت في السطر اللي تحت سلسلتين قصادهم فراغ. بعدين بندخل في السلسلة التالتة او فوق العمود التالت وبنشتغل عمود، وبعدين العمود اللي بعده عمود. يبقى الشكل معانا هيمشي كالآتي، او السطر معانا هيكون كالآتي. ازاي؟ هيبقى سلسلتين سوري عمودين، وبعد العمودين سلسلتين، وبنسيب قصادهم سلسلتين تحت كده اهو، وبنشتغل عمودين كمان، بيدينا شكل المربع اللطيف الصغنن ده كده اهو. عمود كمان تاني جنبه هنا كده اهو. بعد العمودين نرتفع سلسلتين، والسطر كله هيخلص معانا بنفس الطريقة يا جماعة. هنرجع نسيب سلسلتين قصاد الاتنين اللي ارتفعناهم وندخل نجيب عمود بلفة كده. بعد ما خلصت كل السطر زي ما اتفقنا، سلسلتين عمودين وسلسلتين وعمودين، هنبدأ في اخر طبعا السطر برضو هنقفل بعمودين، هنرتفع كده سلسلتين وهنلف القطعة معانا وهنشتغل عمود بلفة. طيب السطر ده هنعمل فيه فراغات؟ لا، السطر ده هنشتغله كله عمود بلفة، فوق كل عمود هنشتغل عمود. طيب وفوق السلسلتين هنشتغل ايه؟ هندخل كده اهو في الفراغ ونشتغل ايه؟ 2 عمود، عشان احنا واخدين 2 سلسلة هنا، هنشتغل 2 عمود بالشكل ده. دلوقتي كده هنشتغل عمود فوق العمود اللي احنا اشتغلناه في السطر اللي قبله، وبعدين هنشتغل فوق العمود التاني كمان عمود بالشكل ده كده، وهندخل داخل الفراغ ونشتغل 2 عمود. ده بديل للسلسلتين اللي احنا اخدناهم في السطر اللي قبل ده، شايفين بالشكل ده كده. يبقى احنا بنشتغل داخل الفراغات على قد عدد السلاسل اللي احنا ارتفعنا سلسلة واحدة هنشتغل عمود واحد، ارتفعنا سلسلتين هنشتغل عمودين، ارتفعنا اكتر من سلسلة هنشتغل على قد عدد السلاسل اللي احنا ايه ارتفعناهم. تمام كده. هخلصها كلها وارجع لكم تاني. رجعت لكم كده بعد ما خلصت كل القطعة. يبقى احنا مشينا فوق كل عمود عمود، وداخل الفراغ كنا بنشتغل كام؟ 2 عمود على قد عدد السلاسل اللي احنا ارتفعناها بالشكل ده كده. حبيت بس اخلص اخر قطعة كده معاكم. تمام، شايفين كده عمودين اهم زي
من اول القطعة بنشتغل في الفراغ عمودين، وبعدين هنرجع في اخر القطعة هيتبقى العمودين بتوع اخر القطعة هنشتغلهم بالشكل ده كده. هنبدأ نرتفع كده في القطعة دي كتير، نلف كده وهنرتفع سلسلتين. تمام. وهنشتغل سطر تاني من ايه، من العمود. هنا اشتغلنا سطرين وبعدين سطر فراغ، يبقى بنشتغل سطرين فوق بعض، عمود بلفة وسطر فراغ، لغاية ما بنكبر كل القطعة بالشكل ده. يبقى احنا هنفضل نكرر في القطع الجزئية دي سطرين عمود بلفة وسطر الفراغات، وبعدين نرجع نعمل سطرين عمود بلفة تاني وبعدين سطر فراغات، وهكذا لغاية ما نكبر بكل البادي على قد المقاس البادي اللي انت عايزاه، على قد الحجم اللي انت عايزاه عند الكمر، عايزة فوق الكمر او تحت الكمر، ده كله بتحدديه انت باختيارك. تمام. هنفضل كده نمشي عمود بلفة لغاية ما نخلص كل السطر، وبعد العمود بلفة بنرجع طبعا الدور على ايه، على سطر الفراغات، بنشتغله 2 عمود بعدهم 2 سلسلة، وبنسيب قصادهم 2 سلسلة تحت في السطر اللي قبله، وبعدين بنرجع نعمل بعدهم 2 عمود، ونبدأ نكرر في الخطوات دي لحد ما بنخلص القطعة كلها. هخلصها كلها وارجع لكم تاني.